عاوز تمتلك مزرعة ليك ولأولادك تكون قريبة من القاهرة؟ وفرنا لك أميز المواقع على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وكمان جنب فندق بيوت بي. المزرعة بتاعتنا مساحتها صغيرة 5 فدان، يعني تقدر تبني عليها استراحة أو تقدر تبني عليها فيلا وتكون مزرعة العيلة أو تكون سكنك المستقبلي. المنطقة بالكامل محيطة بالفلل والكومباوندات السكنية، وفي عرب وخلاجة كتير في المكان. وكمان المزرعة بتاعتنا بتبعد بس عن الطريق الصحراوي 1.5 كيلو، والطرق كلها ممهدة وطرق كلها واسعة كبيرة. المزرعة بتاعتنا مزروعة محاصيل زراعية، مزروعة فول أخضر، ومزروعة محاصيل طبية، لأن المحاصيل الطبية زي انتوا عارفين بتدخل عائد كبير جدا أفضل من المحاصيل العادية. وكمان من المميزات الجميلة اللي موجودة في المزرعة إن فيها بير خاص بيها والكهرباء متوفرة، يعني ده ميزة في حد ذاتها كبيرة جدا. كمان الفلل زي ما انتوا شايفين في كل مكان محيطة بالمزرعة بتاعتنا، ومزارع الخير بتاعت اخواتنا العرب اللي موجودين في المكان. المنطقة حضرية قريبة من الطريق الصحراوي، مش بعيدة 1.5 كيلو. وكمان الملك زارع حاجات خاصة بيه، زرع غلة، دي حاجات بيزرعها للاستخدام المنزلي، حاجات للبيت. وكمان زرع بصل واشجار فاكهة تاني زرعها في الارض. وكمان في 2 فدان هو زارعهم زيتون عمر سنة، لسه زارعهم السنة اللي فاتت. طبعا لما الزيتون كان كيلو وصل 100 جنيه، في ناس كتيرة هجمت على زراعة الزيتون. طبعا احنا بناكل فول، ننوه بس ان احنا كنا مصورين الفيديو قبل رمضان، فعشان كده قلنا نضوء الفول اللي موجود في الارض. ما شاء الله فول كان طعمه جميل جدا، لان المية حلوة والتربة حلوة. كل عام وانتم طيبين بمناسبة قدوم الشهر المبارك، ربنا يعيده علينا وعليكم يا رب بالخير واليمن والبركات والسعادة دائما. الارض طبعا بتاعتنا العادي بتاعها عاد اخضر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وتقدر تطلع نسبة رخصة مباني، تطلع رخصة مباني لكل فدان تاخد عليه 84 متر او 85 متر. رخصة بناء يعني تطلع عندك، هنضرب 85 في 8 هيديك النسبة دي، هتبقى النسبة البنائية الخاصة بيك لو انت هتبني منزل او هتبني فيلا. كمان انا عاوز اقول لكم ميزة جميلة جدا من المميزات اللي موجودة في المزرعة بتاعتنا، ان في كومباوندات سكنية محيطة بيك، والكومباوندات دي البيع فيها بالمتر، وبيبيعوا بارقام جامدة جدا. انت كمان جنب الكومباوندات دي على طول يعتبر في حدها. مش هنذكر طبعا اسم الكومباوندات دي، بس تقدر تيجي تشوف المعاينة على الطبيعة. المعاينة الكومباوندات دي بيبيعوا فيلا بارقام رهيبة جدا. انت عندك 5 فدان، ممكن انت تبني عليهم فيلا او تبني عليهم قصر، او لو عاوز تعمل مشروع انتاجي تقدر تعمل مشروع انتاجي، تقدر تستغل المزرعة دي في الاستغلال اللي انت عاوزه. حرفيا تقدر تقول ان دي مزرعة العيلة اللي انت بتحلم ان انت تمتلكها ليك ولأسرتك، سواء هتتردد عليها او مشروع زراعي زي كده. يعني المالك بيستثمرها في زراعة المحاصيل الطبية، بيتعاقد مع شركات بتطلب منه زراعات معينة، هو بيزرع الزراعات اللي الشركات دي بتطلبها منه، وبيجي يتعاقد مع الشركات دي وبياخد كمان فلوس مقدم، وبيبيع لهم المحصول او الانتاج وزي ما انتم شايفين الكهرباء لحد الارض. سعر الفدان 1,300,000. المهتمين يتواصلوا معانا. في النهاية ببلغكم تحياتي وتقدير، احنا سفنكس للتسويق العقاري، وكل عام وانتم بخير.